ازاي تحافظ على باب شقتك وانت بتشطبها، سواء كان الباب ده خشب او باب مصفح؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو ده. اول حاجة بنعملها ان احنا بنفك الباب من الحلق بتاعه خالص، وبعد كده نرفعه على بستلات دهان زي ما احنا عاملين كده في الفيديو اللي قدامكم. وبعدين بنكون جايبين لفة استرتش من اي موان او اي محل نظافة، وبعد كده بنلف الباب بالكامل وش وظهر بالاسترتش زي ما انتوا شايفين كده. والاسترتش ده بنثبته باللزق التيب اللي بيكون لونه اصفر، اللي بنستخدمه اصلا في اعمال الدهانات واعمال تحرير الوان الدهانات. برضو بنلف الاوكر بالاسترتش واللزق التيب، وبرضه بنلف استرتش وبنلزق تيب على الاوكر وعلى المقابض وعلى المفصلات. اي حاجة في الباب ممكن تتبهدل من اعمال الدهانات بنغطيها بالاسترتش واللزق التيب. واللي بنعمله في ظهر الباب بنعمله في وش الباب، بحيث الباب بالكامل يكون متغطي ومحمي اثناء مراحل تشطيب الشقة، وبالاخص مرحلة الدهانات. هسيبكم دلوقتي تشوفوا الفيديو للنهاية، وفي نهاية الفيديو هتشوفوا الباب بعد ما ركب وبعد ما اتغطى بالكامل. وده كده الشكل النهائي للباب بعد ما لفيناه بالاسترتش واللزق التيب، وبعد ما ركبناه كمان. الباب اتغلف او اتلف من بره ومن جوه، ولو لاحظتوا هتلاقوا ان الاوكر برضو اتلفت، وان الكوالين برضو اتلفت بالاسترتش او بالتيب. مش بس كده، لو فتحنا الباب هتلاقوا ان المقبض اللي بره برضو اتلف. هتلاقوا ان برور الباب من بره برضو اتلفت، بحيث ان احنا لما نخلص تشطيبات الشقة بالكامل الباب نلاقيه جديد زي ما جبناه اول يوم.